وعبد الله زين رقم 11، وقدام احمد جمال عبد الله رقم 8 كابتن الفريق، وعلى شماله احمد محمد علي الجنايني الشهير بموكشة رقم 27. والبدلاء ابراهيم عادل جول كيبر رقم 16، وعمرو الهادي رقم 17، وعبد الرحمن منصور رقم 9، ومحمد اسامه حسنين رقم 6، وعمرو هشام عباسط رقم 20، وجمال مصطفى رقم 15، ومحمد وليد واحمد السيد. والجهاز الفني والاداري لفريق الشرقيه: السيد جاب الله مدير فني، احمد عبد الكافي مدير الفريق، هشام عباسط مدرب حراس المرمى، تامر سليمان مدرب، هيثم فتح الله فتنس كوتش، محمد جمال طبيب الفريق، بشير عبد الهادي خدمات معاونه، ورئيس قطاع الهوكي المستشار سعيد عابدين، ونائب رئيس قطاع الهوكي كابتن احمد فاروق السيد. اما فريق نادي مصنع الطائرات بيمثله النهارده محمد مصطفى جول كيبر، قدامه اسلام طارق رقم 8، طبعا السلام الوطني لجمهورية مصر العربية. نادي مصنع الطائرات بيمثله محمد مصطفى جول كيبر رقم 1، قدامه اسلام طارق رقم 8، من اليمين للشمال احمد حسنين رقم 26، حسام رجب رقم 10، عبد الله انور الشهير بلالا كابتن الفريق رقم 11، في وسط الملعب محمد حمدي كمال رقم 7، مصطفى رجب لعبه رقم 3، احمد جمال العزب رقم 22، محمد ناصر رقم 17، قدام باسم مختار رقم 27، واحمد محمود جلال برعي رقم 9. البدلاء لنادي مصنع الطائرات: محمود حسين جول كيبر، سيف الدين وائل رقم 4، محمود صلاح محمد رقم 23، حسن عوض 15، حسين عوض رقم 35، عبد الرحمن زكي رقم 24، محمد عصام حامد رقم 6. الجهاز الفني والإداري نادي مصنع الطائرات: كابتن مصطفى العسقلاني مدير فني، محمد الدش مدرب عام، محمد عواد مدرب مساعد، سيد الشحات مدرب مساعد، جمال درويش المدير الإداري، محمد صلاح طبيب الفريق. وطبعا رئيس مجلس إدارة نادي مصنع الطائرات اللواء ياسر عدلي، ومدير الفريق العميد هاني، ورئيس مجلس إدارة مصنع الطائرات اللي هو محمد عوض، وكل ده تحت رعاية طبعا الفريق مختار عبد اللطيف رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع. كل الامنيات والتوفيق طبعا للفريقين، الفريقين من مصر، وده اللي احنا كنا طالبنا بيه من البدايه، ان النهائي يكون مصري خالص. ووصلنا ان الشرقيه كانت هي في اول المجموعه الاولى. نتائج الفريقين كده: الشرقيه هنقولها الاول مباراه خسرت من نادي بورفؤاد 3-0، وبعد كده الشرقيه عادت من جديد وفازت على نادي ويسترن جاكوار الكيني بنتيجة 5-0، وفازت في المباراة الجولة الثالثة الشرقية، فازت على فريق نيجر فليكرز نيجيريا بنتيجة 7-0، ومباريات الجولة الرابعة في المجموعة الأولى فاز الشرقية على فريق كادا ستارز من نيجيريا بنتيجة 3-1، وكانت نقاطها 9 نقاط. وبالمركز الثاني كان بور فؤاد اللي حصل على برونزية بطولة افريقيا ب9 نقاط، بس كان فارق الاهداف لصالح الشرقية. كان يعني فازوا ب3 مباريات،
خسروا مباراة. الأهداف اللي ليهم 15، الأهداف اللي عليهم 4. الفرق بين الأهداف 11. كان بور فؤاد ليهم 9 نقاط وفرق الأهداف 10، والشرقية تصدرت المجموعة. لكن الطائرات طبعا فازت العلامة الكاملة ب4 فوز ب 12 نقطة. يعني فازت الطائرات على الزمالك 3-1 في الجولة الأولى. فازت الطائرات على GRA من غانا بنتيجة 5-3 في الجولة الثانية. الطائرات فازت على فريق اتحاد السيخ الكيني بنتيجة كبيرة 7-3 في مباريات الجولة الثالثة. وفي مباريات الجولة الرابعة قدرت الطائرات تفوز على الجامعة الأمريكية الدولية بكينيا بنتيجة 6-3. وادي بداية انطلاقة المباراة وتمريرة كده خلفية لفريق نادي مصنع الطائرات اللي بدأ بداية الشوط الأول. المباراة مكونة من 4 أشواط، كل شوط ربع ساعة ملعوبين، وما بين الشوط الأول والثاني دقيقتين، والثاني والثالث 10 دقايق، والثالث والرابع دقيقتين. وتاني الطائرات بتحاول توصل لباسم، ولعبوا معاه الكوره وبيدخلها جوه الدايره لباسم تاني، وخطيره بجوار القائم. كانت اول هجمه كده مباغته لفريق الشرقيه لفريق الطائرات، وتطلع بجوار القائم الايمن وتضيع من باسم. هجمه محققه نادي الطائرات. وتاني محمد حسن. وطبعا بيحكم المباراه دي الحكمه من بلجيكا، الحكمه الكسندرا من بلجيكا، ومعاها مناشي من زيمبابوي. وادي تاني ومحمد نصر، والطائرات داخله بكل قوتها، ومحمد باسم تاني، ومصطفى بيطلع كورتين كده خطره جدا. والطائرات داخله بحماس جامد من بدايه الشوط الاولاني. يعني فازوا ببطوله افريقيا مره وحيده، وفريق الشرقية فاز 27 بطولة أفريقية. هنشوف بقى والطائرات يعني داخلة كده هجوم ضاري من بداية المباراة، وفاول على الطائرات تحسبها الحكمة ألكسندرا من بلجيكا. والحكم الاحتياطي كونستانت من كينيا. وادي فليك كده من اللي بيعجب الجمهور للشرقية لقدام، تطلع ضرب الجانب للطائرات. وقضاة المباراة في عندنا سمر نشأت قاضية من مصر، وفي فرايداي قاضي من كينيا، وفي تكنيكال اوفيسر TO البطولة جاستس من كينيا. كل التوفيق للفرقتين، فرقتين من مصر. وادي وصلت الكرة البرعي وياخدها ضربة ركنية من على خط 23. ياخدها ولعبه بيلعبها لابو تريكا، بيشوط كده وتيجي في دفاعات الشرقية، وتطلع ضربة ركنية لصالح فريق الطائرات. طبعا مباراة قوية، والطائرات نازلة بقوة كده. بيلعبها ناحية اليمين، وتوصل لأحمد حسين اللي بينزلها لتحت الحسام رجب. حسام بيطلع الكوره لقدام، ياخدها عمرو من الشرقيه، يلعبها قدام لعبد الله زين. الشرقيه بدات تهاجم برضو، لكن بياخدها محمد نصر ويحجز على كورته ويلعبها لالا كابتن فريق الطائرات، ينزلها لتحت لاسلام. اسلام ناحيه اليمين لحسام. حسام لعبه مصطفى رجب، طبعا محترف في ايطاليا، واستعان بفريق الطائرات في البطولة، وهو اصلا من ناشئي الطائرات ومن لاعبي الدرجة الاولى في الطائرات. وتاني لالا كابتن الفريق. وادي الكابتن محمد الدش بيوجه لاعيبته، وابو تريكة بيلعبها لقدام لباسم، وباسم بياخد فاول، ومحمد نصر بيعدي كده، لكن عمرو بياخد الكرة، والحكم بيصفر على عمرو بيقول لك 5 متر. وتاني ابو تريكة، وبينالتي كورنر، ضربة ركنية جزائية. وموكشة طبعا بيقول لك ما مشيش بالكرة 5 متر قبل ما يدخلها الدايرة، وده فعلا من الاخطاء القانونية، ان لازم يمشي اللاعب بالكرة 5 متر داخل ال 23 قبل ما يدخلها. ده اي فري هيت او لونج كورنر. وعمرو برضو بيتكلم مناشي حكم زيمبابوي. واول ضربة ركنية جزائية للطائرات في الشوط الاول.
يا ترى يا هل ترى هيحصل ايه؟ في طبعا وقفت المباراة الحكمة الكسندرا من بلجيكا، وراحت لمناشي من زيمبابوي بتستشيره، بتقول له ايه، هل الضربة ركنية جزائية ام اكدت قرارها. وده في يعني في الرولز، في القواعد، ان انا لو في اي كابتن الفريق اعترض على اي كوره برجع للحكم التاني وباكد قراري، يا اما بيقول نفس القرار، يا اما لو هو شاف حاجه تانية بيغير في القرار. فهم اكدوا مع بعض ان دي تحتسب ضربه ركنيه جزائيه الاولى لنادي مصنع الطائرات. اسلام بيرفعوا 2 بلوك، حسام رجب ولعبها ل لالا، لكن بتضيع اول ضربه ركنيه جزائيه للطائرات. وبرعي بياخد الكرة كده وبيطلعها خارج الخط الجانبي، وياخدها عبد الرحمن بينزلها لحمادة عاطف اللي لابس شارة الكابتن النهارده. حمادة عاطف لاعب فريق الشرقية للهوكي لسنوات عديدة، ولعب في أندية كتير في مصر. لعب في نادي الصيادين، كان نشأته في نادي الصيادين، كان في محافظة الشرقية برضه، وادي سويب رائع، بس يتخطى الجميع وتطلع ضربة حرة لصالح دفاعات الطائرات. حماد عاطف لعب يعني في الصيادين، وبعدين لعب في الشرطة سنوات، واتنقل لفريق الشرقية. ودي بطولة أفريقيا رقم 35. ال 34 بطولة السابقة فاز فريق الشرقية ب 27 بطولة، وفاز نادي مصنع الطائرات اللي قدامنا النهارده ببطولة، وفاز نادي ايسترن ببطولتين اللي هو الشرقية للدخان، وفاز نادي الشرطة اتحاد الشرطة الرياضي ببطولتين، وفاز نادي الجيش الكيني ببطولة. ودي البطولة رقم 35. كل الأمنيات والتوفيق لمشاهدة مباراة ممتعة تمتع جميع الجماهير، ويعني يفوز من يلعب أفضل. الفرقة الأحسن هي اللي تكسب. فرقتين من مصر، والميدالية الذهب وكاس البطولة هيبقى لمصر، والميدالية البرونز الفضة هتبقى لمصر برضو، والبرونز حسمها نادي بور فؤاد منذ قليل وفاز بالمركز الثالث. طبعا نظام البطولة نظام قوي، ان اول المجموعة الاولى يلاعب اول المجموعة الثانية على المباراة النهائية. اول المجموعة الاولى الشرقية بيلاعب اول المجموعة الثانية نادي مصنع الطائرات. حماد عاطف بيرفع فليك لقدام تتخطى الجميع، تطلع ضربة جانب لصالح الطائرات. لالا كابتن فريق الطائرات وبيرفع فليك لقدام، تيجي في مضرب عمرو من الشرقية وتوصل لابو تريكة، توصل تاني لاشرف وفاول على الشرقية، سكرين فعلا ابستراكشن، خدها لعبه وبيرفع فليك لقدام. وحماده عاطف الافريقي القوي بياخد الكرة ويلعبها لمحمد اسامة. ومحمد اسامة يعني من ناشئي الشرقية كده ومنتخب مصر، وزملائه في 2006 يوسف وسام اسامة. محمد اسامة في طالب في كلية الهندسة. وادي تاني فرصة رائعة، تاني احمد جمال عبد الله وشوطة بجوار القائم الايمن لمحمد مصطفى. فرصة هنا وفرصة هنا. احمد جمال عبد الله طبعا ابن كابتن جمال عبد الله هداف افريقيا، وعمه كابتن مجدي عبد الله احسن لاعب في افريقيا، وعمه الشاذلي المعلق الرياضي لرياضة الهوكي. وتاني بتطلع ضربة حرة لدفاعات الشرقية. حماد عاطف بيلعبها ناحية اليمين لإيزا. طبعا كان في كده ان واخد كارتين إيزا اصفر، فكان في نقاش كده في لوائح البطولة هل يحق له اللعب ام لا. اهو لعب وبدأ بيه المباراة. إيزا افضل يعني لاعب في فريق الشرقية في المباريات السابقة، احرز بنالتي كورنر كتير وهداف الفريق من دراج فليك ومن لاعب منتخب مصر. و
كان يعني لعب في أندية كتير، كان آخرهم يعني بدأ في الصيادين واتنقل لسموحة، وحاليا هو لاعب هذا الموسم في فريق الشرقية للهوكي. يا ترى يا هل ترى ايه اللي هيحصل في المباراة دي؟ مباراة على قمة افريقيا، والفرقتين كبار، ومنافسة كبيرة جدا في الدوري المصري ما بينهم، وفي كاس مصر وفي السوبر، يعني بطولات كبيرة جدا في جعبة كلا الفريقين. هنشوف ادي موكشا بيعدي كده، موكشا هداف افريقيا واحسن لاعب افريقيا ومحترف في فرنسا، بينزلها لتحت لمحمد اسامة، ياخدها حسام رجب وطالع بالكرة لقدام، ياخدها اشرف بيلعبها، بياخدها لعبه من الطائرات، ولعبه بيرفع فليك لقدام لمحمد نصر، وخطره جوه الدايره، والهدف الاول، الهدف الاول لنادي مصنع الطائرات في هجمه كده، فليك حسام يلعبها لقدام، توصل لحسام يعدي من واحد التاني ويصوبها على يمين مصطفى ليحرز محمد نصر الهدف الاول لفريق نادي مصنع الطائرات، لتصبح النتيجة 1 الطائرات لا شيء. الشرقية يحرزه محمد نصر لاعب نادي الطائرات في الدقيقة كده ال10، وفاضل 5 دقايق على نهاية الشوط الأول، والتقدم للطائرات. طبعا فرصة هنا وفرصة هنا، والطائرات قدرت تبادر بالتسجيل وتجيب هدف من فري جول، يعني فيلد جول كده، هدف من الملعب. وتاني دفاعات الشرقية بتمرر، حمادة عاطف لإيزا، وحمادة بيرفع فليك لقدام، توصل للالا، بياخد الكرة وبيستلمها وبيلعب لحسام رجب، حسام بيلعبها لعبه بيلعبها ناحية اليمين لحمدي، حمدي بيطلع الكرة لقدام وبتاخدها دفاعات الشرقية، وغنيم بيعمل سيلف باص، تمريرة ذاتية، وبتوصل بيرفع فليك قدام لموكشا، وعبد الله تيجي في مضرب عبد الله وتطلع خارج الخط الخلفي، ضربة حرة لدفاعات الطائرات. فاضل 4 دقايق، 1 الطائرات لا شيء الشرقية. ولالا بتيجي في محمد أسامة رجله وتوصل لمحمد نصر صاحب الهدف النهارده، وتاني لالا بيعمل تقدم للامام كده بالكرة، وتاني النصر الناحية الشمال للطائرات قوية جدا، محمد نصر بيعدي من واحد والتاني وبيوصل لجوه الدايرة، وخطيرة وباك ستيك، خطأ على مهاجم الطائرات باسم، يعني فرص كده ضائعة من الطائرات، فرصتين للطائرات وفرصة للشرقية، ومباراة على بطولة افريقيا. ادي اشرف بيلعبها لقدام وبياخدها نادي الطائرات اللي متقدم 1، وغنيم لإيزا، إيزا لسه ما اشتغلش، وادي تبديل اهو، أسامة طلع ونزل مكانه عبد الرحمن منصور رقم 8 من الشرقية. طبعا كابتن سيد جاب الله كده بيجري تبديلات بقى، تنشيط الفريق، عايز يعوض الهدف. تاني بتوصل ناحية الشمال لغنيم، وغنيم بيطلعها لقدام وجوه الدايرة، وتيجي في دفاعات الطائرات وياخدوا في منها فاول، ضربة حرة فري هيت لصالح دفاعات الطائرات. وحسام رجب بيلعبها لاخوه مصطفى رجب، لعبه ناحية الشمال للالا، تيجي في مضربه لالا عبد الله انور كابتن فريق الطائرات، وتطلع ضربة جانب لصالح
الشرقية وهجمة للشرقية وتطلع فاول لصالح الشرقية. مناشي من زيمبابوي بيأكد على ان لعب الكرة من مكانها وتيجي في مضرب لالا وتطلع ضربة ركنية لصالح فريق الشرقية. الشرقية بتلعب الكرة لورا، بتحاول تشوف ثغرة كده بتفكك دفاعات الطائرات، وتاني تشتيت للكرة من حارس مرمى الطائرات محمد مصطفى، توصل لحمادة عاطف. حمادة عاطف بيطلع الكرة لقدام لسعيد كمال. سعيد بياخد الكرة وبيطلع بيها لقدام وعدى كده ووقع في الارض وبياخد فاول، ومضرب باسم وقع منه، ومناشي من حكم زيمبابوي بيحذر باسم، بيقول له لازم تلتحم وانت ماسك المضرب، لو المضرب وقع تاني منك على الكرة يبقى في كارت. وادي اشرف بيلعبها ناحية اليمين، بتاخدها دفاعات الطائرات وتشتتها كده وتبقى ضربة جانب للشرقية. تاني الشرقية ايزا بيرفع فليك، يا سلام رائع جدا، وضربة ركنية جزائية لان هي كانت رايحة لسعيد كمال وتدخل فيه معاه مدافع الطائرات، خطأ متعمد داخل منطقة ال23 وخارج دايرة التصويب. فالحكم مناشي من زيمبابوي بيحسب ضربة ركنية جزائية الأولى لفريق الشرقية، وباقي 56 ثانية. يا ترى هل ترى ايه اللي هيحصل؟ هل في عندنا بلوك في ايزا بيلعب اهو دراك فليك، ايزا واقف اهو، حمادة عاطف. مين اللي هيشوط؟ اللي هيعملها دراك فليك في المرمى هنشوف. وخطرة جدا، وادي بيرفعها احمد جمال واتثبتت وايزا والهدف الاول. يا سلام يا ايزا، يا سلام يا ايزا، بيعدل النتيجه وسجدة شكر من اللعيبه، وبيحرز ايزا الهدف الاول من ضربه ركنيه جزائيه جميله على يسار محمد مصطفى ليعدل النتيجه وتبقى 1 الشرقيه 1 الطائرات في مباراه جميله مستمتعين بيها كلنا متابعي ومشاهدي قناة اون تايم سبورتس ومحبي الهوكي. كلنا مستمتعين بنهائي بطولة افريقيا للأندية ابطال الدوري بين فريقي الشرقية والطائرات. تاني اسلام بيلعبها بتوصل لابو تريكة، ابو تريكة بيرجعها للعبه، وتاني فليك بتوصل لمحمد منصور اللي بيشوطها ومصطفى بيصدها حارس مرمى الشرقية. وادي جماهير الطائرات وجماهير الشرقية يعني تشجيع كده، وتاني وطلعت خارج الخط الخلفي وصفرت نهاية الشوط الأول، والنتيجة 1 الشرقية 1 الطائرات. استراحة قصيرة لمدة دقيقتين ثم العودة مرة أخرى لفعاليات المباراة. تحياتي دكتور وسام البنا. عاملين شوط على اعلى مستوى ونكمل وضيعنا كتير زي ما احنا ورجاله، ونقفل من قدام يا رجاله، نقفل من قدام ما تخلوش يضغط علينا. لط زي ما احنا رجاله اهو، رجاله برافو. عودة مرة أخرى أعزائي مشاهدي ومتابعي قنوات اون تايم سبورتس لنهائي بطولة أفريقيا 35 رجال للهوكي بين فريق الشرقية والطائرات، والنتيجة 1 الشرقية 1 الطائرات. طبعا الشرقية فاز يعني بطولاته عديدة، 27 بطولة أفريقية من 34 بطولة أقيمت حتى الآن، و33 دوري عام مصري من 38 دوري أقيم حتى الآن. وأول بطولة دوري كانت أقيمت عام 1984 موسم 84 85 وفاز بيها نادي اتحاد الشرطة الرياضي، وبعد كده يعني الشرقية فازت بأعوام كثيرة.
والشرقية فاز ببطولة مصر 9 مرات والسوبر المصري 5 مرات. ونشوف الهجمة دي، حمادة الدفاعات الشرقية وبياخدها لكن فاول لصالح الشرقية. والسوبر المصري فاز الشرقية 5 مرات من 7 مرات أقيم حتى الآن. طب بطولات فريق الطائرات. فريق الطائرات يعني عنده ذخيرة من ناشئين الأقوياء، وحاصل على لقب بطولة أفريقيا رقم 32 اللي أقيمت في أكرا في غانا، وحصل على بطولة كاس مصر 5 مرات أعوام 2006 و2009 و2011 و2017 و2019، وحاصل على الدوري المصري وحاصل على السوبر المصري مرتين. وادي فليك يوصل ضرب الجانب لموكشا، موكشا بينزلها الأشرف. يعني فريقين كبار جدا بينافسوا على كاس البطولة الأفريقية الخامسة والثلاثون. حمادة عاطف بيلعب الكورة تطلع تتخطى الجميع وتطلع ضربة حرة لصالح دفاعات الطائرات. وطبعا جمهور غفير من هنا أو هنا. الشرقية بأسرة الهوكي كلها متواجدة، ومجلس الإدارة الشرقية متواجد، والجماهير اللاعبين واهالي اللاعبين. وادي عمرو الهادي نزل اهو، كان لاعب في فريق الصيادين وبعدين راح ايسترن كامباني وبعدين راح الزمالك ورجع تاني محافظة الشرقية وبيلعب دلوقتي للشرقية. كان فاز ببطولة افريقيا معاهم السنة اللي فاتت في ملاوي، وقبليها في كينيا برضو فاز ببطولة افريقيا كان مع الزمالك في كينيا وفاز بالمركز الخامس، والسنة اللي فاتت اتنقل للشرقية وفاز بالمركز الاول. وتاني الطائرات بتحاول لكن بسلكة كده تيجي في مضربه وتبعد. وادي حمدي بيعمل كده نغز كده بالمضرب وياخد فاول الطائرات. مناشي من زيمبابوي بيحسب فاول. وادي محمد نصر بيلعبها ناحية اليمين لحمدي رقم 7 اللي جاب هدف عالمي امبارح. يعني في مباراة كده يعني يوم الاربع كانوا بيلعبوا فريق اليونايتد ستيتس انترناشونال ان كينيا، وجاب هدف عالمي الهدف الاول ليه محمد حمدي. كان يعني عملها سكوب كده وهو بيقع من فوق الحارس. عبد الله زين بياخد الكرة وبيعدي بيعمل الكرة من بين رجلين لالا بطريقة كده جميلة. وعمرو الهادي اللي لعبته اللي بيهوش كده ان هو بيشوط وخد فاول. واعتراضات من لاعبي الطائرات وبيدخلها جوه الدايرة عبد الله اللي والده موجود في المدرجات. احمد زينهم لاعب اولمبي، لعب اولمبياد 2004 في اثينا، جاي ازر ابنه، كان لاعب في فريق الصيادين بمحافظة الشرقية. تاني محمد نصر لعبه بيطلع الكرة لقدام وتوصل ناحية الشمال وبيحاول ابو تريكة وبتاخدها دفاعات الشرقية وتوصل موكشا بيحاول لقدام والشرقية هجمة. هنشوف ايه اللي هيحصل. وفرصة تضيع من نادي الشرقية توصل لحسام رجب وبينزلها توصل لسلكة في الطائرات على اليمين لحمدي. حمدي بينزلها لمحمد نصر. محمد نصر صاحب الهدف الاول لفريق نادي الطائرات وبيحاول وبيخش جوه الدايره، لكن دفاعات الشرقيه حماده عاطف بيستخلص الكره وتوصل لاشرف سعيد. اشرف سعيد بيلعب كده بيحاول يطلع لقدام ومعاه حمدي، بتطلع لغنيم وياخد فاول غنيم، فاول لصالح غنيم. محمد غنيم باك ليفت الشرقيه. واحنا في الشوط الثاني دلوقتي وفاضل 10 دقايق على نهاية الشوط الثاني.
والنتيجة 1 الشرقية 1 الطائرات. تاني فليك لقدام، توصل لحمدي، بيلعبها في نص الملعب لأحمد حسين، وتوصل ياخدها دفاعات الشرقية، وفاول لصالح إيزا صاحب الهدف الأول من دراج فليك، اللي يعني خد مان اوف ذا ماتش يعني في المباريات السابقة في الجولات المجموعة، كان أفضل لاعبي فريق الشرقية وأفضل لاعب في المباراة. تاني عبد الله بيعدي كده بدريبل جميل، وعبد الله لاعب منتخب مصر للناشئين، واحمد جمال عبد الله بيلعبها لعبد الرحمن بودي اللي بينزلها تحت لغنيم، غنيم لإيزا، إيزا لحمادة عاطف، حمادة بيهوش كده ان هيلعبها سلاب شوت لكن بينزلها تاني لإيزا، إيزا ناحية الشمال لغنيم، غنيم بيدخلها كده جوه الدايره، واشرف جوه الدايره، و يعني كده هاي بول من كذا لاعب كده، وبتطلع في الاخر فاول لصالح الطائرات. خطأ لصالح الشرقية، عبد الله بيلعبها ناحية اليمين لموكشا، موكشا بيعدي كده دريبل وبيحاول يعدي بياخد فاول، لازم يمشي بالكرة بدقيقة 5 متر قبل ما يدخلها الدايرة. عمرو الهادي او بصيها للاعب اللي جنبه، وبالفعل بصاها لحمادة عاطف اللي بيدخلها جوه الدايرة، لكن تيجي في مضرب دفاعات الطائرات لالا وتطلع ضربة ركنية لصالح الشرقية. اشرف لعبد الله، لكن حمدي بياخد الكوره، محمد حمدي رقم 7 انسايد رايت اللي بيعدي كده من واحد والتاني ويلعبها لقدام لسلكة، ولعبه وبيعمل دريبل ومضرب سعيد على الارض، وبياخد ضربة فاول تحسبها ضربة ركنية جزائية الكسندريا. الضربة الركنية الجزائية الثانية لنادي الطائرات، وادي واقفين اهو مع بعض بيحددوا كيفية خطة يعني اللي لعبها تكتيك للعب الضربة الركنية الجزائية دي. اللي حالات احتساب الضربات الركنية الجزائية 5 حالات، من ضمنها الخطأ المتعمد خارج الدايرة وداخل منطقة ال 23 متر الهجومي، وخطأ غير متعمد داخل الدايرة، او خطأ متعمد للاعب غير مستحوذ على الكرة لاعب مهاجم، او ان الكرة تتعلق في مهمات حارس المرمى. كل دي حالات احتساب الضربة الركنية الجزائية. وادي لعبها من على احد القائمين تبعد 10 متر وبيرفع وبيخرج جرة الدايرة، وحسام رجب وضربة ركنية جزائية تاني ريتيكنج جت في رجل حمادة عاطف، وتبقى ضربة ركنية جزائية تانية. وطبعا ضربات الركنيه الجزائيه دي خطيره جدا، يعني الشرقيه جابت هدفها من ضربه ركنيه جزائيه. هنشوف بقى الطائرات هل هل هتجيب هدف ام دفاعات الشرقيه ليها راي تاني. وتاني وحسام رجب هدف دانا من حسام رجب، دانا في مقص على يمين مصطفى. حسام رجب بيجيب الهدف الثاني للطائرات لتصبح النتيجة 2 الطائرات بالزي الازرق على يسار الشاشة. وعبد الله بينزلها تحت لعبد الرحمن بياخدها لعبه وبيلعبها لسلكة سين عوض، وبيعدي كده وبياخد الشرقية فاول مناشي حكم زيمبابوي، فاول لصالح فريق الشرقية. إيزا بيلعبها ناحية اليمين لحمادة، حمادة طولية لقدام توصل للعبه من الطائرات ناحية اليمين،
لحمدي. حمدي معاه الكوره وبيلعبها لمحمد نصر اللي بيعدي كده وبيخش بيها جوه الدايره وبيرفع كده. فاول على نصر فعلا، واضحه. زق اللاعب وهو يعني بيعدي بالكوره كده، راح زائق بكتفه دفاعات الشرقيه، وفاول صحيح. فاول صحيح للشرقيه. وبيجيب باسم من الطائرات هيحذره، هيقول له يعني ما تعترضش تاني. الكوره واضحه. مناشي من زيمبابوي، حكم بروميسنج، واداله كارت اخضر لان هو فعلا يعني هو حكم ممتاز. شاف الكوره وحسبها صح، فجابه وقال له هي واضحه يعني للجميع اجنست على مهاجم محمد نصر. وتاني الشرقيه توصل لاسامه. اسامه بيلعبها لاشرف ناحيه الشمال، بتاخدها دفاعات الطائرات. اسلام بيلعبها لسلكة اللي بيعدي كده من ايزا وبيطلع لقدام لبرعي، وبياخد فاول برعي من الطائرات. وادي الكابتن سيد جاب الله مدير فني الشرقية، يعني النتيجة 2 الطائرات 1 الشرقية. ومحمد نصر بينزلها لعبه لبرعي. برعي بينزلها تاني لحسين اللي بيلعبها لعبه، اللي بيلعبها لقدام للالا. لالا بتيجي لحسين معوض. لالا تاني بيرفع فليك، بتنزل كده وتطلع ضربة ركنية لصالح الطائرات. ضربة ركنية دي على خط ال 23 متر الهجومي من نقطة موازية لنقطة طلوع الكرة، وطبعا لازم يمشي بيها 5 متر يا اما يبصيها لزميله اللي يبعد 5 متر قبل ما يدخلها الدايرة. والهدف بيحتسب من داخل دايرة التصويت. وادي محمد نصر لحسام بيرفع فليك لقدام، وحسبها ايه الحكم؟ حسبها بنالتي كورنر، ضربة ركنية جزائية لصالح الطائرات. الضربة الركنية الجزائية الرابعة للطائرات، طبعا دي خطيرة. الضربة الركنية الجزائية بتبقى نسبة احرازها هدف نسبة كبيرة جدا، وشفنا هدف احرزه حسام رجب الهدف الثاني للطائرات. وادي الدفاعات الشرقية بتلبس المهمات اهو، وفي ميدو واقف على الضربة الركنية الجزائية رقم 29. ميدو ده برضو بيعمل دراج فليك، فهنشوف هل حسام اللي هيشوط من الطائرات دراج فليك ام ميدو رقم 29 اللي واقف بلوك اهو. 2 بلوك حسام وميدو، هنشوف واحد منهم اللي هيعمل دراج فليك. ورفعة سريعة ودراج فليك وتاني وتضيع. هجمة خطيرة، ضربة ركنية جزائية وبتضيع من الطائرات. وتاني الشرقية بتحاول. عبد الله ناحية اليمين لسعيد كمال لسه نازل، توصل لموكشا. يلا موكشا، وفاول للشرقية، وبيمشي بالكرة 5 متر قبل ما يدخلها. وبنالتي كورنر، ضربة ركنية جزائية. في ضربة على المضرب والحكمة ألكسندريا حسبت ضربة ركنية جزائية. طبعا الضربة الركنية الجزائية دي الثانية للشرقية من بداية المباراة. في ضربة ركنية جزائية جابت منها هدف اللي هو ايزا، اول ضربة ركنية جزائية بنالتي كورنر. وادي الضربة الركنية الجزائية الثانية للشرقية في المباراة. وادي بيلبسوا اهو المدافعين الطائرات، بيلبسوا المهمات الواقية، بيلبس بيحمي الركبة ني، وبيحمي الوجه الفيس بالماسك
وبيحمي الساق بالشنجار، وبيحمي برضه بيلبس قب بيحمي الجذع بيه. فكل دي أوقية. وادي جلافز كمان واقي للأيدي لابسه حسام، وميدو برضه لابس جلافز واقي للأيدي. وحارس المرمى بقى لابس أوقية جامدة جدا بتقي جسمه من أي كورة بتبقى قوية. ورفع اهو واختاروا إيزا، وتصويبة حلوة وصدة أحلى من إيزا، وصدة جميلة من محمد مصطفى حارس مرمى الطائرات، اللي يعني زاد عن مرماه بهدف محقق. وتظل النتيجة 2 الطائرات 1 الشرقية. محمود حسين اللي واقف، محمود حسين هو حارس مرمى الطائرات. وتاني إيزا بينزلها لتحت لغنيم، غنيم لإيزا، وبيعمل دريبل كده لكن بياخدها لعبه، بياخدها إيزا تاني بفدائية كده وبيدخلها جوه الدايرة. يا ودفاعات الطائرات بتحاول تطلع بالكورة لقدام، وفي صفارة من الحكم. وفي اللاعب بين الطائرات ميدو واقع، رقم 29 من نادي الطائرات. طبعا لو الطبيب نزل بيطلع بره دقيقتين، لكن ما نزلش الطبيب فبالتالي بيبقى زي ما هو في الملعب. وادي صفارة استئناف المباراة مرة تانية. حسام رجب بيلعبها لإسلام، إسلام ناحية اليمين لميدو، ميدو بيلعبها لمحمد حمدي لكن بتاخدها الشرقية، وعبد الله بيلعبها لموكشا، وموكشا بيعمل سيلف باص وبيطلع وبياخد ضربة ركنية جزائية، ضربة ركنية جزائية. وادي جماهير الشرقية فرحانة بالضربة الركنية الجزائية لأن نسبة إحرازها كبيرة جدا، واعتراضات من كابتن فريق الطائرات ولاعيب الطائرات لالا ولعبوا وحمدي وطالع كمان ناصر وميدو بيقولوا لا مش ضربة ركنية جزائية. بيقولوا لها روح اسألي الحكم التاني مناشي، لكن هي متأكدة من قرارها وبتقول لهم لا أنا قراري سليم 100%. وادي الجماهير الشرقية ومصرة وشافت الكورة وفي ثقة في أدائها، سيلف كونفيدنس كده في أداء الحكمة ألكسندريا من بلجيكا. الله يا رجالة. وبيلبسوا له أوقية بقى لمدة 40 ثانية، بيبقى بيلبسوا فيها الأوقية، ولبسوا فعلا الأوقية فيها 40 سكند. يا رجالة كل يا رجالة. واقف على الكورة سعيد هيرفع، وفي بلوك 2 بلوك إيزا وحمادة ودانا، وتيجي محمود حسين بيصد الكورة كده بالبادز وتبقى ضربة حرة للطائرات ويضيع هدف محقق من الشرقية من ضربة ركنية جزائية، ضربة ركنية جزائية الثالثة في المباراة. وتاني بيحاول نادي الطائرات، وباقي 7 دقايق على نهاية الشوط الثالث، والنتيجة 2 الطائرات 1 الشرقية. لالا بيطلع كورة ناحية الشمال لميدو لمحمد ناصر، وادي الكابتن محمد الدش مدرب الفريق.
وبتخش جوه الدايره وبتطلع ضرب الجانب للطائرات. تاني برعي لعبه تيجي في مضربه تطلع خارج الخط الخلفي وتبقى ضربة حرة للفريق المدافع لصالح دفاعات الشرقية. حمادة عاطف بيلعبها ناحية اليمين لغنيم، غنيم لحمادة، لقدام لأشرف. أشرف بيعدي كده من حسام رجب وبيطلع عبد الرحمن بودي اللي بيعدي كده من حسام، وتبقى فاول لصالح الطائرات. سويب باص لحمدي، حمدي بيطلع بالكوره وبيعدي كده من محمد اسامه. لعبه بيلعبها ناحيه محمد نصر، بيدخلها جوه الدايره لحمدي، وحمدي بيرفع الكوره من فوق المضرب وبيدخلها تاني جوه الدايره، وضربه ركنيه جزائيه. ضربه ركنيه جزائيه الخامسه للطائرات في المباراه. ودي طبعا استياء من سيد جاب الله مدير فني فريق الشرقيه، يعني ضربه ركنيه جزائيه وفرقته مغلوبه 2-1، ودي خطره وممكن يعني بنسبه كبيره احرازها هدف. و40 ثانيه الوقت واقف، بيلبسوا فيه اللعيبه المدافعين الاوقيه سواء ماسك او جلافز او كب وواقي للركبه. وقفوا خلاص كل مضاربهم واوقيتهم واجزامهم خارج الخط الخلفي، والحكم بيرفع ايديه كده لفوق والوقت واقف وبيصفر وبينزل ايده. ودلوقتي لازم تتلعب، ادي اتلعبت، لعبه ثبت، وحسام رجب، حسام رجب يجيب الهدف الثالث من دراج فليك. حسام رجب يجيب الهدف الثالث من دراج فليك لتصبح النتيجة 3 الطائرات 1 الشرقية، وفاضل 5 دقايق على نهاية الشوط الثالث. حسام رجب رقم 10 بيجيب الهدف الثالث للطائرات لتصبح النتيجة 3 الطائرات 1 الشرقية في نهائي بطولة أفريقيا رقم 35 رجال. وفاضل 5 دقايق، وطبعا مدرب الفريق الشرقية بيقول للاعيبته اهدوا، يعني لسه بدري على نهاية الشوط الثالث وفي شوط رابع كمان، والهدف في رياضة الهوجي بيجي في جزء من الثانية. هل هيحصل رومونتادا من فريق الشرقية او فريق الطائرات هيعود ويسجل تاني؟ وادي فاول فاول فاول، ومدير الفريق كابتن احمد عبد الكافي بيطالب بكارت وفاول على الشرقية، تحسبه الحكمة الكسندريا من بلجيكا. وادي حسام بيرفع فليك كده لقدام بين اللعب من ورا خالص، من يعني من الخط الخلفي كده لقدام. وادي التي او جاستس من كينيا بيقول احمد عبد الكافي يعني ما تعترضش على قرارات الحكام، وبيقول له عايز تتكلم اتكلم معايا انا. تاني ايزا بتوصل لعبد الله، وايزا بيحاول تاني وبيدخلها على وش الدايره لاحمد جمال ورفير. يا سلام يا احمد يا جمال يا عبد الله، يا سلام يا سلام يا سلام، هدف جميل ورائع وبيعود باللقاء من تاني. احمد جمال عبد الله يحرز الهدف الثاني للشرقيه بريفيرز رائع كده، بيستلم الكره من على وش الدايره ويقلب مضربه، وجماهير الشرقيه فرحانه اهو، ومعاهم يعني كل جماهير الشرقيه ومعاهم جماهير من افريقيا كمان بتساندهم وبتأزرهم.
وتصبح النتيجة 3 الطائرات 2 الشرقية في مباراة مثيرة وعظيمة ولقاء قوي جدا في نهائي بطولة افريقيا للرجال رقم 35. وتاني نزل جمال من ناشئ الشرقية وعدى من واحد والتاني واحمد جمال ويدخلها الدايرة ومحمود حسين بيطلع كورة خارج الخط الجانبي، بس الحكمة الكسندريا حسبت فاول لصالح الطائرات. حسام بيلعبها لعبه ناحية اليسار لسلكة. حسين عوض اللي بينزلها تحت للالا رقم 11 كابتن الفريق عبد الله انور. مباراة مثيرة وهجمة هنا وهجمة هنا وهدف هنا وهدف هنا ونهائي قوي جدا. وادي فاول لصالح الشرقية، كرة نازلة في تجمع، قانونية الكرة العالية. إيزا اللي أحرز الهدف الأول من بنالتي كورنر، وفاضل دقيقة و40 ثانية على نهاية الشوط الثالث والنتيجة 2 الطائرات. وادي مدرب الطائرات كابتن محمد الدش، والمباراة على صفيح ساخن والملعب كله مكهرب، كل الملعب مكهرب. مباراة تليق بنهائي بطولة افريقيا للأندية ابطال الدوري. تاني الشرقية تاخد فاول. ايزا بيدور كده وريفيرز وتيجي في مضرب حسام رجب وتبقى ضربة ركنية لصالح الشرقية، وهجوم ضاغط من الشرقية عايزة تحقق الهدف التعادل وتعود للقاء من تاني ريمونتادا كده. وادي جمال اللي نزل كده عمل نشاط في الفرقة لكن تتخطف منه الكورة. جمال من ناشئي فريق الشرقية من فرقة 2006 اللي فازت ببطولة الجمهورية. وتاني بيرجع الكرة لحمادة عاطف لإيزا، وإيزا بيعدي كده وفي خبط من لعبه والحكم بيحسب فاول لإيزا. ودخل إيزا وهيدخلها جوه الدايرة وموكشا وبياخدها حمدي وفاول لدفاعات الطائرات وهجوم ضاري من الشرقية. الشرقية طبعا خبرات كبيرة جدا و27 بطولة أفريقية ومتعودين على إحراز اللقب، وهم متأخرين دلوقتي بهدف 3-2. وموكشا تاني وفي ضربة ركنية لصالح الشرقية. وتاني طائرات بتاخد الكورة، حمادة عاطف بيدخلها لمحمد أسامة وفي لاعبين واقعين في الأرض من الطائرات، وتاني بيحاولوا إسلام واقع في الأرض وبيدخلها جوه الدايرة وأحمد جمال عبد الله وياخدها وضربة ركنية جزائية حسبت الحكمة الكسندريا، ضربة ركنية جزائية. وإسلام بيتألم. أهم حاجة الفير بلاي يا شباب. هنشوف إسلام في إيه بالظبط، في إصابة عند إسلام والطبيب نزل له. سلامات، هل في شد في العضلة؟ والتلج حط له تلج في العضلة، شكله جاله كده شد في العضلة الخلفية. ويعني ضربة ركنية جزائية كده للشرقية في وقت عصيب جدا، يعني خلاص فاضل ثواني وينتهي الشوط الثالث والنتيجة 3 الطائرات 2 الشرقية. أحرز أهداف الطائرات محمد نصر هدف، حسام رجب ضربة ركنية جزائية هدف، والهدف الثالث حسام رجب من ضربة ركنية جزائية. وأحرز أهداف الشرقية إيزا هدف من ضربة ركنية جزائية، وأحمد جمال عبد الله من فيلد جول من هدف من داخل
الملعب بتصويبه رائعه بالريفيرس. وادي ايزا اهو هيستعد برضه، هيعمل دراج فليك. هنشوف هو ولا حماده عاطف، يعني الاثنين عندهم مهاره الدراج فليك. وفاضل يعني موكشا بيسأل على الساعه اهو، فاضل قد ايه؟ فاضل قد ايه على الشوط الثالث ونهايته؟ هنشوف يعني مباراة من نار كده. طبعا لو انتهت المباراة بالتعادل بنلعب حاجة اسمها الشوت اوت كومبيتيشن، الضربات الترجيحية. الضربات الترجيحية دي من على خط ال 25 او يارد اللي هو ال 23 متر الهجومي ده، بيقف عليه اللاعب المهاجم وبيبقى هو امام حارس المرمى في 8 ثواني. يا اما اللاعب يحرز هدف في ال8 ثواني دول، يا اما حارس المرمى يستخلص الكوره، او اللاعب يشوط الكوره وتطلع خارج الفريم خارج المرمى وخلاص. يعني ده اخر ضربه ركنيه جزائيه. وهنشوف بقى ادي دفاعات يعني فاضل 20 ثانيه على نهايه الشوط الثالث. و3 طائرات 2 الشرقيه، واقف في 2 بلوك حماده عاطف وايزا، واترفعت وتمر كده من اشرف ما تتثبتش، وتاني جمال وبيشوطها وتيجي في مضرب دفاعات الطائرات وتطلع ضربه ركنيه بنالتي كورنر، ضربه ركنيه لونج كورنر. تاني ايزا بيدخلها، يا سلام يا ايزا، ثرو باص كده عالمي بالريفيرس يلعبها وياخدوا الشرقيه ضربه ركنيه لونج كورنر. اشرف سعيد بيلعبها لايزا وبياخدها باسم وطالع لعبه ناحيه الشمال لمحمد لبرعي. برعي اللي بيخش كده ويقطم وهيشوط، يا سلام، شوطه حلوه من برعي وصد احلى من مصطفى. يزود عن مربع مصطفى بهجمه كده مرتده، وتاني طائرات ومحمد نصر وبيخش جوه الدايره وبيعدي من واحد والتاني، وتيجي في هذه اللحظه اعزائي مشاهدي ومتابعي قنوات اون تايم سبورتس يطلق الحكم صافره نهايه الشوط الثالث، والنتيجه 3 الطائرات 2 الشرقيه. استراحه قصيره لمده دقيقتين. تحياتي الدكتور وسام البنا. دقيقة يا رجالة، 15 دقيقة عيسى. بسم الله الرحمن الرحيم. عودة مرة أخرى أعزائي مشاهدي ومتابعي قنوات أون تايم سبورتس للشوط الرابع والأخير من نهائي بطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري رجال رقم 35 بين الشرقية والطائرات، والنتيجة 3 الطائرات 2 الشرقية. أشرف سعيد يلعبها لمحمد أسامة ناحية اليمين، طالع بالكرة دريبل وبيلعب لقدام موكشا وتطلع ضربة ركنية لصالح الشرقية. لونج كورنر تاني لإيزا، إيزا ناحية اليمين لمحمد أسامة اللي بيعمل دريبل وبيحاول يخش كده جوه الدايرة وبيرجعها تحت تاني لأشرف وإيزا غنيم، وهجوم ضاري طبعا للشرقية متأخرة بهدف وتوصل لأشرف تيجي في مضربه وتطلع خارج الخط الجانبي. وفليك لقدام، برعي ياخد كورته من الطائرات وهيحاول يعدي بقى من حماده، يلعب الكوره كده لمسانده جاياله كده من ورا وبيعدي لعبه وبيعدي من واحد والتاني، لكن بيعمل سكرين بالمضرب وقفشها الحكم مناشي من زيمبابوي وحسبها على لعبه. وتاني عبد الله لعبد الرحمن ناحيه اليمين، محمد اسامه اللي بيلعبها لقدام
طالع بالكوره وبيعدي من واحد التاني وعلى وش الدايره وخطره وضربه ركنيه جزائيه. ضربه ركنيه جزائيه للشرقيه رقم 4 في المباراه، يجيبها عبد الله زين. يا ترى يا هل ترى ايه اللي هيحصل فيها الضربه الركنيه الجزائيه دي؟ هل هتتعادل الشرقيه ام دفاعات الطائرات ليها كلام تاني؟ هنشوف. بيلبسوا مهمتهم اهو في 40 ثانيه دفاعات الطائرات، وكل لعيبه الشرقيه المهاجمين جاهزين. 2 بلوك وصفر استئناف وايزا، يعني قنبله بجوار القائم الايمن، وتضيع فرصه كبيره جدا من الشرقيه. يعني 4 ضربه ركنيه جزائيه الشرقيه، ما جابوش اهداف غير من ضربه وحيده. وتاني فاول للشرقيه. عبد الرحمن ناحيه الشمال كده بيعدي ونزلها لإيزا. إيزا ناحيه اليمين لمحمد أسامة. محمد أسامة طالع بكورته وهيحاول يدخل كده، لكن دخلها الدايره، لكن محمد نصر معاه من طائرات بيلعبها ناحيه اليسار لالا بريفيرز لقدام، لكن فاول عليه. باك ستيك كرة جت في ظهر المضرب. تاني حماده، كرة بيدخلها الدايرة توصل لأحمد جمال وتيجي في مضربه وتطلع خارج خط الجانب. وباقي 11 دقيقة، 3 طائرات 2 الشرقية. محمد نصر لعبها لعبه لحمدي اللي بياخد فاول، تيجي في رجل أشرف سعيد وتبقى ضربة حرة للطائرات. لازم يمشي بيها 5 متر او يبصيها لزميله على بعد 5 متر. اهو بصاها لعبه خلاص كده يدخلها الدايره بقى. دخل وخد جد في مضرب حماده وخطيره، وتوصل لاحمد جمال ياخدها منه دفاعات الطائرات. ابو تريكه ناحيه اليمين لمحمد نصر اللي وقع كده وخد فاول. وبتنزل تحت تاني لالا بيلعبها جوه الدايره وخطيره، وضربه ركنيه جزائيه. الضربه الركنيه الجزائيه السادسه لصالح نادي الطائرات، وخطره جدا 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 جدا. يعني يا ترى يا هل ترى ايه اللي هيحصل؟ هل الطائرات هتعزز بهدف رابع ام دفاعات الشرقيه وحارس مرمى الشرقيه هيزود عن مرماه من الضربه الركنيه الجزائيه الخطيره دي؟ وطبعا بيبقى فيه بلوك من حسام وبلوك تاني من ميدو في الطائرات. وفاضل 10 دقايق، وادي لبس المهمات الشرقيه اهو. 2 بلوك اهو، حسام رجب وميدو، واترفعت بعيده لالا. والهدف الرابع للطائرات. الهدف الرابع ابو تريكة رقم 22 الطائرات يحرز الهدف الرابع بسويب باص كده جه في السياج لتصبح النتيجة 4 الطائرات 2 الشرقية. قلنا ان الضربة الركنية الجزائية بتبقى خطيرة ونسبة احرازها هدف بتبقى كبيرة جدا، وحتى هو لعبها بعيدة عن ابو تريكة لكن قدر ياخدها ويدخل بيها الدايرة. لازم من شروط طبعا الضربة الركنية الجزائية ان هي تخرج خارج الدايرة، فخرجت ودخل بيها وقدر يصوبها في المرمى وجاب الهدف الرابع، وتصبح النتيجة 4 الطائرات 2 الشرقية. وباقي 10 دقايق، وهتبقى 10 دقايق طبعا من نار، لان الشرقية بتدافع عن اللقب
وايزا تاني وتخط من الجميع وتطلع خارج الخط الخلفي. طبعا في ذهول من الجهاز الفني والاداري ولاعبي الفريق الشرقيه الاحتياطي. فريق الشرقيه فريق عريق، لكن قدر فريق الطائرات بتكتيك كده بقياده المدير الفني مصطفى العسقلاني ومع المدرب محمد الدش يتفوقوا. خد كارت اخضر كمان في نقص عددي على فريق الشرقيه. سعيد كمال خد كارت اخضر. وتاني محمد نصر بيرفع فليك لكن تتخطى برعي، تطلع ضربة حرة لصالح الشرقية. ايزا لاشرف، فاول لاشرف، واعتراضات طبعا بيطالبوا بكارت زي ما اديت هنا كارت. خد كارت اصفر اهو، خد كارت اصفر. لاعب الطائرات خد كارت اصفر. وعبد الرحمن بودي خطيرة بيستخلصها محمد نصر وبيلعب كده لبرعي. برعي بيشتت لقدام وحماد عاطف بيلعبها لغنيم. غنيم لعبد الرحمن، عبد الرحمن الجنايني بيلعبها ناحية نص الملعب لإيزا. إيزا ناحية اليمين لمحمد أسامة اللي بياخدها كده يعني بصعوبة وبيقاتل عليها وبياخدها وبياخد ضربة ركنية. وفي تحذيرات لمدير الفريق هنا وهنا من جاستس تي او تكنيكال اوفيشال البطولة المباراة. تاني يلا اشرف على وش الدايره، محمد اسامه وريفيرز وتصويبه والهدف الثالث. الهدف الثالث للشرقيه يحرزه احمد جمال عبد الله. يعني مباراه رائعه وجميله بين فريقين ابطال افريقيا. احمد جمال عبد الله يجيب الهدف الثالث لتصبح النتيجه 4 الطائرات 3 الشرقية. وباقي 7 دقايق وصافرة استئناف المباراة مرة تانية. وضغط من الشرقية كبير جدا والطائرات بتلعب يعني على الكاونتر اتاك بس بترجع تاني. اهو محمد نصر بيطلع الكرة لقدام بتوصل لبرعي وجاب كيك بول. خطأ للطائرات من احدى البقاع السحرية في ملعب الهوكي ودخل كده بالكرة ولعبها قبل ما يمشي 5 متر بس رجعها تاني مناشي حكم زيمبابوي. فاول لصالح الطائرات. خلاص فاضل دقيقة ونص. توصل لمحمد نصر اللي بيطلع الكرة لقدام وتاني محمد نصر بياخد مساحة من الملعب لقدام وتيجي في مضرب حمادة عاطف وتطلع ضربة جانب والمباراة بتلفظ أنفاسها الأخيرة. ميدو ناحية اليمين لباسم بتاخدها دفاعات الشرقية عبد الرحمن تطلع منه ضربة جانب لباسم طائرات وضربة ركنية جزائية في وقت قاتل. في وقت قاتل ضربة ركنية جزائية والحكم مناشي من زيمبابوي بيوقف الوقت في وقت قاتل بيقول 5 متر. عبد الرحمن مش واقف 5 متر فبيقولوا له بيحسبوها له كده يعني بيقول له دي 5 متر يعني جدال كده ما بين موكشا اخو عبد الرحمن واحمد جمال عبد الله بيكلموا الحكم الزيمبابوي مناشي وبيقول له دي
هو واقف ورا 5 متر، لكن هو مقتنع ان عبد الرحمن بودي واقف في اقل من 5 متر، وبيقول له كده ان هو كان يعني موكشة احمد محمد علي الجنايني اخو عبد الرحمن محمد علي الجنايني بيتكلم معاه طبعا، لان دي كرة البطولة، ضربة ركنية جزائية للبطولة اللي يعني قدروا. حسام رجب جاب هدفين من ضربة ركنية جزائية، وابو تريكة جاب الهدف الرابع من ضربة ركنية جزائية. فطبعا لو جت هتبقى مشكلة كبيرة جدا. هنشوف يا ترى، هل ترى وادي ثبتت وحسام يا وبيقول بيطالب بضربة جزاء. حسام بيقول ضربة جزاء في رجله. هنشوف وقف الوقت مناشي وهيشوف هو حسبها طبعا ايه، وبيوقف الوقت طبعا. هي جت قوية وسريعة، فهو حسبها ضربة ركنية، ان هي جت في مضرب يعني دفاعات الشرقية، ما جاتش في رجليه. لكن حسام رجب بالطائرات بيقول ان هي جت في رجليه. وادي استئناف المباراة تانية، وفاول لمحمد نصر، لعب الكرة كده في رجل موكشة. محمد نصر تاني بيدور على حد يلعب، ولعب فليك، لعبه هيدخل جوه الدايرة، ومحمد نصر وتاني يطلع الدفاعات الشرقية حسام رجب، وهيرفع فليك لقدام ونازله في تجمع، وفاول على اللي رافعها، وايقاف للمباراه. باقي 30 ثانيه، 28 ثانيه، والنتيجه 4 الشرقيه 4 الطائرات. لو انتهت المباراه بهذه النتيجه اعزائي مشاهدي ومتابعي قنوات اون تايم سبورتس، بنلجا للشوت اوت كومبيتيشن. هنشوف بس الصراع الكبير بين الطائرات والشرقيه في نهايه المباراه. وادي ايزا تاني بيطلع الكره لقدام، موكشة تيجي في مضربه وتطلع خارج الخط الجانبي. تاني لابو تريكة وفاول للشرقيه. حماده عاطف بيسرع اللعب، لعبها لاشرف بيحاول من ناحيه اليسار، بترجع تاني يلعبها لمحمد نصر، ومحمد نصر بيلعب الكوره لباسم لعبه بيعدي وبيجي ناحيه اليمين كده، وبيحاول يعدي من تاني، وبياخد ضربه حره. لعبه لمحمد نصر وبياخد فاول. محمد نصر من الطائرات، لونج كورنر، وبيدخل الكرة الدايرة، ومفيش حد استقبلها خالص، وتبقى ضربة حرة لدفاعات الشرقية. مباراة جميلة ومثيرة وممتعة للجميع. وادي فليك رائع، بتوصل لموكشة هيعمل ايه؟ معاه لالا، لعبها ناحية الشمال لعبد الرحمن بودي، تيجي في رجله، والحكم بيقول بلاي اون، بيدي تحت فرصة، وضربة ركنية جزائية في يعني اخر ثانية في المباراة على لعبه، واعتراضات منه للحكم مناشي من زيمبابوي، وبيقول لا، بيقول ما جاتش في رجلي. وباقي 30 ثانية كده، باقي 30 ثانية على نهاية الشوط الرابع والمباراة، والنتيجة 4 الشرقية 4 الطائرات، في مباراة مثيرة very exciting. يعني كل الفرقتين لعيبة وجهاز فني وجهاز إداري وجمهور واقفين على أعصابهم. وفاضل 30 ثانية، وضربة ركنية جزائية رقم 6 للشرقية في هذه المباراة، اللي طبعا في اهو هيروحوا يشاوروا بعض. الحكم الكسندريا من بلجيكا، والحكم مناشر من زيمبابوي،
ورايحين 2 تو كابتنز، موكشا ولالا من الطائرات. فبيشرح الكورة وقال ان هي ضربة ركنية جزائية. شرح للالا عبد الله انور كابتن فريق الطائرات وقال له ان دي ضربة ركنية جزائية. وهنشوف بقى ايه طبعا ده في القانون والقواعد والرولز ان الحكمين بيلجأوا لبعض بيأكدوا القرار. وفاضل 30 ثانية على نهاية المباراة. وأربعة وهنشوف بقى هل الشرقية هتجيب هدف وتتقدم ام دفاعات الطائرات ومحمود حسين يعني عامل مباراة اكثر من رائعة ولسه صادد يعني 3 كور جامدين جدا. هنشوف مع بعض اعزائي مشاهدي ومتابعي قنوات اون تايم سبورتس ايه اللي هيحصل. وصفرت ونزلت ايديها ورفعة سريعة واشرف لحمادة وتصويبة في الزاوية البعيدة وتوصل لعبد الرحمن وتاني ابو تريكة وفاول لصالح الطائرات. فاول لصالح الطائرات. طبعا خلاص كده المباراة هتنتهي. طبعا لما تنتهي بهذه النتيجة هنلعب شوت اوت كومبيتيشن. بس نشوف الكرة دي بيدخلها ايزا الدايرة. وادي صافرة نهاية الشوط الرابع والمباراة في مباراة حماسية ومثيرة وعظيمة بين فريقين كبار جدا على نهائي بطولة افريقيا 35 للرجال بالتعادل الايجابي 4 الشرقية 4 الطائرات. وهنلجأ الان للضربات الترجيحية من على نقطة 23 متر الهجومي. هنشرحها كده اعزائي مشاهدي ومتابعي قنوات اون تايم سبورت بسهولة كده. دي زي كرة القدم بالظبط. 5 لاعبين من الشرقية معاهم 5 لاعبين من الطائرات. بدل ما بيلعب ركلة جزاء بيلعب حاجة اسمها شوت اوت كومبيتيشن. بيبقى من على خط ال 23 ده اللي احنا شايفينه اللي هو بعد الدايرة المتقطعة ده اللي بيبعد مسافة 22 متر و90 سنتي. لكن اجازوا ان هم يسموه 23 متر يعني قربوا ال 10 سنتي دول. بيقف اللاعب امام منتصف المرمى بالظبط او في اي حتة على الخط زي ما يحب يعني. وبيبقى امام حارس المرمى. حارس المرمى بيبدأ ان هو واقف خلف الخط الخلفي كده باقدامه وبمضربه. وبيبدأ 8 ثواني. 8 ثواني دول بقى يعني زي ما تقول ايه تشالنج يعني تحدي. يا حارس يا اللاعب يقدر يحرز هدف المهاجم يا حارس المرمى يقدر يستخلص الكورة ويقدر يزود عن مرماه من الهدف. يا اما اللاعب يصوبها تطلع خارج الايه المرمى. فهنشوف بقى ايه اللي هيحصل فيها. طبعا دي محتاجة بقى ايه مهارة عالية جدا من اللاعبين ومن حراس المرمى. الترتيب في ال5 الاولانيين بعد كده لما بيتغير لو اتعادلوا بيبقى لاعب قدام لاعب واللي يخفق او يعني فرق احرزت الطائرات احرزت الشرقية اخفتت الطائرات فاز. طيب الطائرات احرزت هدف والشرقية احرزت يفضلوا متعادلين لغاية ما احد الفريقين الطائرات اخفقت والشرقية احرزت يبقى الشرقية فاز في 8 ثواني. 8 ثواني اللاعب المهاجم امام حارس المرمى المدافع في 8 ثواني. طبعا ممكن منها تحتسب ضربة جزاء. يعني مثلا المهاجم دخل بالكورة راح اللاعب حارس المرمى دخل وشال المهاجم بالكورة جوه الدايرة فده خطأ متعمد داخل دايرة التصويب. بيروح الحكم حاسب ضربة جزاء. طب ممكن لو خطأ غير متعمد بقى جوه الدايرة
بيحسب ريتيكينج، يعني اعاده للضربه الترجيحيه اللي هي الشوت اوت. ده كده بعجاله كده بسهوله شرح للضربه الترجيحيه من على نقطه ال 23 متر الهجوم. طبعا في ابحاث علميه اتعملت في هذا الموضوع بدراسات، يعني بيشوفوا معدل الانتاجيه الهدف قد ايه. وادي ابراهيم هو اللي هيحصل تبديل، هينزل مكان مصطفى امام لان هو افضل فيها، يعني الشرقيه اتمرنت عليها، فنزل مكان مصطفى امام، هيبقى هو حارس مرمى الشرقيه فيها ابراهيم علاء. و توجيهات كده من عمرو الهادي ومن احمد جمال بيقول له يعني لعيبه الطائرات بيبقوا طبعا زملاء مع لعيبه الشرقيه في المنتخب القومي، فلعيبه الشرقيه بتقول له يعني اللعيب ده بيخش كذا، بيعمل تيرن، بيجي على الشمال ويثبتك ويعمل تيرن ويجي الناحيه الثانيه ويصيبها في الزاويه اليسرى، او بيروح جاي داخل على يمينك يمين حارس المرمى ويروح قاطم لجوه وعاملها في الزاويه الشمال او لفوق، او يخش دريبل واول ما حارس المرمى يطلع يروح عاملها فليك في المرمى. كل دي خطط تكتيكيه لاداء الضربات الترجيحيه. يعني في ابحاث في المعيد عبد الرحمن من جامعه بني سويف عامل بحث في الضربه الركنيه الجزائيه، بحث قيم جدا باستخدام الاحبال المطاطيه، ان ازاي الفعاليه الهجوميه للاعبي المهاجمين تزيد باستخدام الاحبال المطاطيه، بحيث ان الرشاقه تتوافر لدى اللاعبي المهاجمين ويقدروا يحرزوا اهداف منها. لان طبعا منتخبنا خسر من جنوب افريقيا في البطوله المؤهله لكاس العالم بالشوت اوت كومبيتيشن، ومنتخب الناشئين برضه خسر في النهائي هنا على ملعب اسماعيليه من جنوب افريقيا بالشوت اوت كومبيتيشن. فهنشوف يا ترى يا هل ترى ايه اللي هيحصل. ادي اول ضربه ركنيه جزائيه داخل الشرقيه، هيخش اشرف سعيد من الشرقيه ومحمود حسين حارس مرمى الطائرات واقف في 8 ثواني. وادي الحكم الكسندري والحكم مناشي والحكم الاحتياطي ده نزل كمان والقاضي جاستس. وادي اشرف بيعمل تيرن وبيحاول وتاني بدريبل وفي القائم وحسبت ضربة جزاء. الكسندريا حسبت ضربة جزاء على حارس المرمى لان جت باك ستيك، ان حارس المرمى محمود حسين الكوره جت باك ستيك. فطبعا ضربة الجزاء اي لاعب يشوطها بقى، يعني الضربة ضرب الشوت اوت الاولانية حسبتها ضربة جزاء، فداخل موكشة هيلعب ضربة الجزاء ودخل موكشة، والهدف الاول على يسار محمود حسين لتصبح النتيجة 1 الشرقية لا شيء الطائرات. واقف حارس الشرقية ابراهيم وداخل محمد نصر اللي احرز يعني هدف النهارده اول الاهداف، ودي صفرة في 8 ثواني وداخل نصر وبيعمل تيرن وبيجيب هدف، الهدف الاول للطائرات، وتبقى 1 الطائرات 1 الشرقية. ايه المباراة العظيمة دي يا جماعة، يعني حتى في الشوط اوت متعادلين. وادي محمود حسين يتحسس كده المرمى، بياخد احساس المرمى سنس المرمى، وايزا داخل من الشرقية والضربة الترجيحية الثانية، والكسندريا بتنزل وبتصفر 8 ثواني. ايزا وفاول. هل ايه اللي حصل، حسبت ايه بالظبط؟ هنشوف ايه اللي حسبته الكسندريا.
هنشوف ايه اللي حصل بالظبط. وقفت المباراة الكسندريا من بلجيكا وراحت لموناشي، وفي سكرين بالمضرب من ايزا يعني، وحسبت ضربة جزاء بنالتي ستروك. بلانتي ستروك يعني هي رأت ان الهوكينج حصل قبل السكرين. وهيخش برضو موكشا وهيشوط ضربة الجزاء التانية، وموكشا داخل وعلى اليمين، ويحرز موكشا الهدف التاني للشرقية، لتصبح النتيجة 2 الشرقية 1 الطائرات. يعني ضربتين جزاء للشرقية يحرزهم موكشا، احسن لاعب في افريقيا وهداف افريقيا. وادي حسام رجب في 8 ثواني داخل، وصفارة استئناف المباراة، وحسام رجب داخل وبيعمل كده تيرن وبيحرز الهدف الثاني للطائرات، لتصبح النتيجة 2 الطائرات 2 الشرقية. والضربة الثالثة للشرقية، يعني الضربة الأولى للشرقية جت ضربة جزاء، والضربة الثانية ضربة جزاء أحرزهم موكش، واحدة باك ستيك وواحدة هوكي من محمود حسين. هنشوف الضربة الثالثة بقى. داخل عبد الله زين، داخل عبد الله زين، ويا سلام يا عبد الله، بيعدي كده زي السكينة في البسبوسة ويعمل تيرن كده، ودي من ضمن المهارات، ويقدر يجيب الهدف الثالث، لتصبح النتيجة 3 الشرقية 2 الطائرات. وادي باسم من الطائرات وصفارة استئناف المباراة 8 ثواني، وباسم باسم وبيعمل تيرن برضه، بيثبت ابراهيم وبيجيب الهدف الثالث للطائرات، لتصبح 3 الطائرات 3 الشرقية. وسجدة شكر من باسم. وهنشوف الضربة الرابعة من داخل موكشا العالمي اللي احرز هدفين من ضربة جزاء، واحرز في المباراة هدف الرابع التعادل، داخل في 8 ثواني، محترف في فرنسا. وادي داخل اهو موكشا العالمي. يا سلام يا موكشا، يا سلام يا موكشا، يجيب الهدف الرابع، يخش كده يثبت محمود حسين ويعمل تيرن ويجيبها ناحية الشمال، وبيكلم ابراهيم بيقول له يعني ايه، حاول بقى تصد لنا دي يا ابراهيم، حارس مرمى الشرقية، وبيحاول ان هو يظبط ادواته. مباراة جميلة والله بين فريقين كبار، ونهائي مصري خالص. وادي 8 ثواني اهو، 8 ثواني اهو، وابراهيم بيعدل الاوقية بتاعته، بيبقى لابس طبعا هيلمت واقي للرأس، ولابس شيست واقي للصدر، ولابس كيكر واقي للأرجل، ولابس شنجار واقي للساق، ولابس شورت واقي للجذع كله وللفخذين، ولابس كاب، ولابس كمان كتف، ولابس مرفقين للكوع. والحكمة الكسندريا بتوقف الوقت، وموكشا رايح يساعده، يا اما بتقول له يبدل حارس المرمى، فبيقول له لا ماشي انا يعني هو طبعا بيهدي الملعب ابراهيم، بس في مشكلة عنده، فهنشوف ايه اللي هيحصل. هل هيقدر يكمل ابراهيم ولا مصطفى هينزل؟ مصطفى ينزل. مصطفى في مشكلة عند ابراهيم، فمصطفى امام هينزل مكان ابراهيم. ابراهيم طبعا زعلان، كان نفسه يكمل
لكن حصل اكيد في مشكلة في اصابة عنده. وادي حسام رجب بيشرح كده الكورة للدكتور طارق عبد الرحمن، بيقول له يعني ان ما فيهاش اي حاجة، البلانتي ستروك اللي اتحسبت، الاثنين اللي اتحسبوا دول. وادي نزل مصطفى امام، وموكشا بيدي توجيهات كده، كابتن فريق الشرقية لمصطفى. هنشوف بقى ايه اللي هيحصل في الضربة الركنية الجزائية الرابعة او الضربة الترجيحية الشوط اوت كومبيتيشن، الضربة الترجيحية التنافسية الرابعة اللي داخل لعبه في 8 ثواني قدام مصطفى امام. والكسندريا بتقول انت جاهز يا حارس؟ اللاعب انت جاهز، وتأكد على الحكمين مناشي والحكم جيمس من كينيا اللي يعني واقف على خط المرمى كده بيشوف الكرة هتتخطى بكامل هيئتها المرمى ام لا. وقضاة المباراة موجودين في المباراة، سمر نشأت وفرايداي من كينيا، و بيأكدوا ان كل شيء جاهز لأداء الضربة الترجيحية الرابعة للطائرات. وبتبص للقاضي جاستس الكسندريا وصافرة بداية الشوط اوت الرابع، ولعبه بيهوش وبيعمل ترن تاني. ومصطفى يا سلام يا مصطفى، يا سلام يا مصطفى، مصطفى ينقذ الضربة الرابعة. وكده يعني فاضل ضربة للشرقية، لو جابوها تفوز الشرقية، لو جابتها الشرقية تفوز الشرقية ببطولة افريقيا رقم 35 ويبقى رقم 28 في تاريخ الشرقية. وادي تاني احمد جمال عبد الله، احسن لاعب في افريقيا داخل من الشرقية، وبيعمل دريبل وثقة ويا سلام، ويحرز الهدف الخامس للشرقية، وتفوز الشرقية بالشوط اوت كومبيتيشن. ألف مليون مبروك للشرقية ومحافظة الشرقية بالفوز ببطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري للرجال رقم 35. ألف مليون مبروك. الشرقية فازت على الطائرات بالشوط أوت كومبيتيشن 5-3 بعد نهاية المباراة بالتعادل الإيجابي 4-4، وفازت الشرقية على الطائرات بنتيجة 5-3. مبروك لمحافظة الشرقية، مبروك لمحافظ الشرقية، مبروك لإدارة مجلس إدارة الشرقية، مبروك لأعضاء مجلس الإدارة، ومبروك الجماهير العظيمة اللي موجودة اللي ساهمت في إحراز هذا العرس الكبير جدا. ألف مليون مبروك. الشرقية عظيمة طبعا برجالها. مبروك للدكتور رئيس مجلس إدارة نادي الشرقية الدكتور ممدوح. 1000 مليون مبروك لرئيس مجلس إدارة نادي الشرقية. مبروك لأعضاء مجلس إدارة نادي الشرقية.